عارفين ايه أصعب حاجة في الدنيا؟ إنك تكون موجوع وتدور على حضن يطبطب عليك، وتلاقي أقرب الناس ليك مش فاهمك أو عامل نفسه مش فاهمك. ما تستناش الأمان من حد، خليه جواك، عشان الناس بتتغير أسرع من الوجع نفسه. أنا مش ضعيفة، بس الوحدة كسرتني وخذلان الناس وجعني. تعبت إني أدي وأدي وفي الآخر ألاقي نفسي واقفة لوحدي. أصعب وجع مش إنك تخسري حد، أصعب وجع إنك تكتشفي إنك كنتي غالية بس في خيالك. البعد عن الناس وحواراتهم ده أكبر راحة نفسية بالنسبة لي. ساعات وجودك معاهم بيستهلك روحك من غير ما تحس، وبيسيب جواك وجعة ملوش لازمة. احمي نفسك، مش كل الناس تستاهل وقتك ولا طاقتك. خلي هدوءك أغلى من أي كلام، وساعتها هتفهم إن العزلة مش ضعف، العزلة قوة وراحة. اللي يهون عليه وجعك عمره ما هيحس بيك ولا هيقدر دموعك. أصعب حاجة مش إنك تتجرح، الأصعب إنك تدي قلبك لحد يستهين بيه. خليك غالي وما تديش قلبك لحد يرخصه. اللي يستهلك هو اللي هيصونك. الحنية غلطتك الوحيدة، لأنك كنت بتدي إحساس صادق لناس ما تعرفش يعني إيه إحساس. كنت بتخاف على اللي وجعك وبتسأل على اللي نسيك. اتعلم بقى، مش كل قلب يستحق حنيتك، ومش كل الناس زيك. القلب تعب من الناس، تعب من الوعود الكدابة، ومن اللي يجي وقت مصلحته ويمشي وقت وجعك. اتعلمت إن الطيبة وجع، وإن اللي بتديه بحب بيرجع لك وجع. خلي بالك من قلبك، حافظ عليه، أصل محدش هيحس بيه غيرك. كان نفسي يفضل، بس هو اختار يبعد، وأنا اخترت أسكت. يمكن السكوت يحافظ على اللي باقي مني. اتوجعت، بس اتعلمت إن اللي عايز يبعد بيبعد مهما عملت عشانه. ما تحاولش تجري ورا حد سابك، اللي سابك بإيده مش هيرجع بقلبه. الأمان مش كلمة، الأمان حضن يحتويك وقت ما الدنيا تكسرك، إيد تطبطب عليك وانت مش قادر تقف، صوت يهون عليك خوفك ودموعك. اللي يديك الأمان ما تفرطش فيه، واللي ياخده منك صدقني ما يستاهلش يبقى في حياتك. أنا عمري ما حبيت حد غيره، كنت بعيش عشانه وبضحك عشان ما يزعلش. اتغيرت وضحيت وسكت على وجع كتير، وفي الآخر سابني قبل الفرح ومشي لحد تاني كأني ما كنتش في حياته. اللي بيقدر يسيبك بسهولة ما كانش يوم يستهلك. اختار اللي يختارك،